المدارس ابتدت، كل سنة وانتم طيبين. وحشرات الشعر من الحاجات اللي احنا بنتوتر منها جدا وبنقلق منها لانها شكلها ما بيبقاش ظريف للولاد، وفي نفس الوقت طبعا بتبقى من الحالة الصحية حاجة ممكن تجيب الانيميا لولادنا. هقولك دلوقتي على الحاجة اللي تعمليها كوصفة طبيعية تقضي على حشرات الشعر لو حصل عدوى لولادك، وهقولك كمان على طريقة تقي بيها شعر ولادك من حشرات الشعر. بصي، مبدئيا الوصفه اللي انا بقولها لك دي جايه اتقالت من دكاتره كتير، مش حاجه كده اجتهاديه، لا دي وصفه من دكاتره قالوها. الوصفه عباره عن خطوتين، خطوه بتقتلي بيها الحشره الحيه نفسها، وخطوه بعدها بتموتي بيها البيض بتاع الحشرات نفسها. الخطوه اللي بتقتلي بيها الحشره الحيه دي انت بتيجي اليوم اللي قبل اجازه ولادك، لان الخطوه دي محتاجه يوم كامل. وبتجيبي زيت، هي الوصفه اتقالت بزيت الزيتون، ان انت هتجيبي زيت زيتون وهتعملي كانك بتعملي حمام زيت لشعر الطفل، وهتغرقي بيه الشعر وهتسيبيه لمده يوم كامل. وتاني يوم هتغسليه بشامبو عادي، طبعا هتجرديه كويس الاول قبل ما تغسليه، وهتنزلي كل الحشرات اللي هتلاقيها كلها ميته، اللي الزيت هيخنقها، هيغلف الحشره وهيخنقها. وبعد كده هتغسلي بالشامبو عادي. انا جربت، هما الوصفه كانت اتقالت بزيت الزيتون، ولكن انا جربت كمان زيت جوز الهند، لقيتها جابت نفس النتيجه. يعني انت المتاح عندك، ما تقيديش نفسك بزيت واحد، المتاح عندك اعمليه الزيت المتاح وان شاء الله هتلاقي نفس النتيجه. الخطوه الثانيه هي اللي هتقتلي بيها البيض بتاع الحشره نفسها، ودي هنا هيجي خطوه دور الخل. الخل او الحامض هي الحاجة اللي بتقتل البيض بتاع الحشرات. هجيب بخاخة زي دي وهحط نصها خل ونصها مية، وهرش الشعر كله واسيبه لمدة ساعة، وبعد كده اجرد تاني الشعر بالفلاية اللي انا بطلع بيها الحشرات، وبعد كده برجع اغسله تاني بالشامبو. وكده يبقى انا عملت الخطوتين بتوعي، قتلت الحشرة نفسها وقتلت البيض بتاع الحشرة. الوقاية هي نفس الطريقة الطبيعية اللي احنا استعملناها، ولكن ما تستعمليها كل اسبوعين تقريبا. اعملي خطوة الزيت وبعد كده خطوة الخل، ولكن دي اعمليها مرة كل اسبوعين او مرة كل شهر، لان الخل ممكن يلهب فروة الراس، فما تستعمليش الموضوع ده كل كام يوم وتقولي عشان ابقى مطمنة. لا، الخطوة دي اعمليها مرة، يعني بالكتير قوي اسبوعين او شهر كويس قوي. كده هتبقي ضمنتي. طبعا احنا بنفتش شعر ولادنا على طول باستمرار كل كام يوم، بس بالخطوه دي انت هتبقي ضمنتي ان لو في اي حاجه مستخبيه انت ما خدتيش بالك منها هتبقى انتهت على طول. في ناس ما بتحبش الوصفات الطبيعيه، انا جايبه لكم منتج من صيدليه حلو قوي، من الحاجات اللي انا استعملتها مع ولادي وما عملتش تحسس لفروه الراس وريحته حلوه. المنتج ده عامل حوالي 230 جنيه اهو، حلو. بتحطيه زي لوشن كده، بتحطيه على فروه الراس وبتسيبيه نص ساعه، وبعد كده تغسلي الشعر بالشامبو في ساعتها. يعني هو من مره واحده بتلاقي الدنيا ظبطت خالص ومفيش اي حاجه. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.